نرحب بالمنتخبين ولنحتفل مع هذا دانييلي اورساتو الايطالي يطلق اشاره الانطلاق. الموعد المنتظر، قطر 9 بلد عربي في كاس العالم. بعد الرباعي الافريقي مصر المغرب، احنا لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض. هنا كره خطيره، ملعوبه اولى وخطيره، والهدف الاول 1-0 لفالنسيا. فالنسيا يفتح سجل التهديف هنا في قطر 2022 في مرمى العنابي من اول كره. 1-0 وسط فرحه الاكوادور، وسط فرحه الانصار. حاليا مع البدايه يسجل ريكورد، رقم قياسي في تاريخ كاس العالم يا ساده. هذا اسرع هدف في مباراة افتتاحية في تاريخ كأس العالم على 22 نسخة. هذا الرقم القياسي الأول في كأس العالم، وفيها فار وفيها أمل لإلغاء الهدف. أوفسايد. 0-0 يرجع سكور من البدايات. هذه قيمة الفار. تعطى المنتخبات العالمية اليوم في لحظة خطيرة جدا، الانطلاقة في منطقة الجزاء ويغاد قطر بالأرض والجمهور بالإمكانيات من فالنسيا. محطة وتحذير بالراس القادم من الخلف، ولكن الدفاع ياتي من همام والكرة برا لمنتخب. ونحن في البدايات، قد يكون امريكي جنوبي اكثر مرة من 20 سنة نحس انه القارة اللاتينية قادرة على استعادة تكنولوجية الركنية. تمشي للاكوادور، ضربة راس من الدفاع مثل البداية، لكن بسرعة لازم يدخل في الماتش. خطيرة العرضية والدفاع موجود والتماس للاكوادور. عبد الكريم حسن نجم من نجوم العنابي في تاريخه الطويل. اسماء البطولة. فالنسيا من جديد، فالنسيا ضربة جزاء للفريق الاكوادوري. عرقلة من سعد الشيب، ودانييلي اورساتو يوجه بطاقة صفراء للحارس سعد الشيب ويمكن الكرة. يتقدم فالنسيا والهدف الاول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له ان يكون صاحب هدف الافتتاح في كاس العالم في قطر. نعم، ألغي له هدف بسبب التسلل وحكم الفار، ولكن يرجع بعد 10 دقائق ومن ضربة جزاء يحصلها فالنسيا، يتصدى لها. منتخبات أمريكا الجنوبية صعيبة برشا، معقدة جدا في لعبها. الأرقام هي من تتكلم. في 21 مواجهة الآسيا ضد أمريكا الجنوبية، فوز وحيد للقارة الصفراء، 2 تعادل و18 ربحة في المجموعات. وهناك 4 أو 5 فرق عربية خسرت كل مبارياتها في المجموعة. وأسر كريم حسن وسط الميدان، بريسينج عالي، خارجة كرة الاكوادور خطيرة، مشي شوط كرة عالية من اللاعب إيبارا رقم 10. هذا الثاني منتخب تصدى. خارجة كرة للمنتخب الاكوادوري، فاول. كرة عن طريق اليمين، انخيلو بريسيادو، كرة طويلة، ضربة راس والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترق يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقول على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا، بالراس يتأخر الراوي والدفاع في الضغط ويضرب بالراس الخطير فالنسيا المخضرم. عفيف، عبد الكريم حسن، كرة بعيدة من عبد الكريم حسن. بداية صعبة وحضور قوي من فالنسيا وحضور ملفت من الإكوادور.